عسلامة عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. كما قاعدين تشوفوا لهنا، أميرة أختي قاعدة تقصلنا في طبيق البشكوت ولا طبيق البسكوي اللي كل حد كيفاش يسميه، الحاسيلو متاع العيد اللي نعملوه في العيد ونهزوه للكوشة ونعملوا عليه أجواء رمضانية. حاسيلو هذاك هو احنا عملنا عليه جو مش نورمال. شوفوا ما شاء الله أميرة أختي قاعدة تقص فيه لهنا بالسكين. ما شاء الله جاه شوش وطري يعمل 66 كيف. آه شفتوا كيف تبدو تحبوها كعبة تتقرمش، احنا لهنا نحبوها كعبة طرية، ما نحبوهاش هكا الكعبة تبدأ تتكسر. إذا تحبوها كعبة تتكسر بعدوا كعيبات على بعضهم. الطبق لهنا يرفع 4 كيلو. المرة قلت لنا يهز 2 كيلو، اما احنا ما شاء الله هزنا 4 كيلو. وقتاش يبدأ يهز 2 كيلو؟ كيف ما كنت نحكي لكم، الناس اللي تحب كعيبات يتقرمشوا ويتكسروا. احنا لهنا لا نحبوهم كعيبات هشوشين، اون ديغي جاتو، كأنها كعيبة جاتو، كأنها ترانش كيك. لهنا جاي ما شاء الله، ما نحكي لكمش على البنة وما نحكي لكمش على الريحة. خلينا نتعدوا لهنا نوريكم المقادير. كما قلت لكم لهنا راني باش نعطيكم مقادير متاع 4 كيلو، دونك باش نسحقوا 16 كعب عظم، وعليهم 400 مليلتر حليب ولا 4 كيسان، 400 مليلتر زيت ولا 4 كيسان زيت نباتي، ولا تنجم تخلطوا زبدة وزيت ولا زيت زيتونة ما يسالش. 4 كيلو فارينة حسب نوعية الفارينة، هنا حطينا 5، ممكن نستحقوا أكثر ممكن أقل. حطينا شوية جلجلان، شوية حبة حلاوة، وشوية قشور متاع برقدان. أنا هنا 8 سكر فانيليا و8 خميرة جاتو. آه هنا كما قاعدين تشوفوا أميرة بدأت تتكسر في الكعبات العظام. نسيت ما ذكرت لكمش السكر. بالنسبة للسكر اللي هنا احنا حطينا كيلو، وانتم حطوا كيلو ونص، يعني هذيك هي يعني الحكار متاعها كيلو ونص، احنا حطينا كيلو على خاطر الصغار يكثروا من ماكلة الحلو مش باهي. دونك حبينا نعملوها كنقص شوية سكر. هكا حطت أميرة العظام، كعبات العظام كسرتهم وزدت عليهم السكر وسكر فاني، وحركتهم للي بيض الخليط هكا ويتحلك العظم بالكدا مع السكر، ويبدأ هكا تحسوه بدا يذوب، ومش باش يذوب كومبليتمون الا ما تزيدوا الحليب ولا الزيت. اما هكا هو نذوب ونحاولوا ان نذوبوا السكر شوي. وديما ماذا بينا حاجة هكا باش تبدا كمية كبيرة نخدموها بيدينا يكون خير. لهنا باش تزيد لها مع 4 كيسان حليب. كما قاعدين تشوفوا انا لهنا قاعدة نصور، مهمتي اني نصور ما عودهمش حتى في حكاية. هنا بعد ما ذاب السكر بالكدا زادتها أميرة قشور متاع الليم ولا البرتقان ولا البرقدان وحاسيلو كل حد كيفاش يسميه، بربي شو تقولوا. انا ما عادش نحب نقول برتقان، ما عادش نحب نقول برقدان، على خاطر كل حد كيفاش يسميه. يبقى الواحد علاش تقول كيما هكا. حاسيلو نزيدو جلجلان لهنا، جلجلان بصراحة يزيدها بنة غير عادية. وزيد هكا من بعد فيه هكا منافع برشا وهكا من بعد كيف يطيب ويتحمر في وسطك البسكوي، يجي فيه نكهة غير عادية، شوية بسباس وشوية حبة حلاوة. حتى هما أول حاجة باش ما يعملش الغاز، وثاني حاجة حتى هما يبنوها ويعطوا فيها نكهة. نكهة هكا تحسها زمنية ولا ندرا كيفاش، نكهة تهبل الحاسيلو. باش تبدا مالي هنا تزيد معاهم، تزيد عليها الزيت، 4 كيسان زيت، غاديك الكاس هكا ديرها لاكس هكا اللي يهز 100 مليلتر. كاس القهوة متاع قبل. 100 مليلتر يعني ب4 كيسان، يعني قلت لكم على كل كيلو كاس حليب وكاس زيت و250 جرام سكر. هو 350 جرام سكر، اما احنا كما قلت لكم نقصنا على رجال الصغار. حتى 250 جرام كمية مستحبة وجابنين، وما فيهش هكاك الحلاوة طالعة برشا. جوست هكا كمان يعني شوية هكا ناقص برا. لهنا باش نزيد شوية ما زهر. تنكهوا باللي تحبوا، ما عندكمش مزهر ما تحطوش عادي. المزهر هكا يعطيه هكا النكهة كما قلت لكم الزمنية، كي تفكركم بك الايامات متاع قبل. متاع لمات قبل اللي حسرة. اختي هاني تحرك في البسكوي بيد، اليد الاخرى هازه بها بنتها، ما حبتش تسكت، وكان نزيد نحط لكم
الخلفية الخلفية الموسيقية البكاء متاع الصغار والتشخنين وحاسيلو. لهنا صايي كذا السكر ذاب والمكونات الكل دخلت في بعضها. بدينا لهنا نزيدو في الفارينة، باش نبدو نزيدو بالكيلو بالكيلو، يعني كل اول 3 كيلو نزيدوهم دفعة واحدة ونحركو، وزوز كيلو الاخرين نزيدوهم بشوي بشوي، كل مرة نزيدو بالطريف بشوي بشوي للي نتحصلوا على الكمية اللي حاجتنا به. ولهنا احنا قاعدين نصبوا في الفارينة، علينا امان الله. جتنا ما قلت لنا كيفاش تصبوا الفارينة من غير ما تغربلوها، عملت لنا حالة الحاصل على على الفارينة اللي ماهيش مغربلة. جبت لنا كالغربال بحكم عناش كالغربال الكبير، جبت لنا لحيد ظل بلاستيك غربلنا بيه حاسيلو. الفارينة نظيفة وجديدة ما فيهاش حد شيء، اما ديما ما تقول لي لازم يدخلوا لها الهواء الفارينة وتتهوى باش تعطينا حاجة ما خير، نتيجة خير. انا غربلناها على خذينا بخاطرها ميمتي وغربلنا، وهي راهو كلامها صحيح، يلزمها تتغربل، الواحد ما يعرفش على شيبدا فيها الفارينة، اما تشد برشا وقت. هذاك علاش بخل لا اكثر ولا اقل. لهنا العجينة متاعنا كبدت تشد روحها شوي، بدت تكبس. باش نزيدو عليها الخميرة. هنا كل حار عظام باش نعملو عليها 2 باكوات خميرة، يعني دونك لهنا باش نزيدو 8 باكوات خميرة. 8 باكوات خميرة يعني 80 غرام، كل باكو فيه 10 غرامات، هذاك هو 80 غرام متاع خميرة. لهنا هاني سرعت شوي في الفيديو باش ما تقلقوش، صبيت لهم باكوات الخميرة وقصيت على التصوير وقلت احشمي امشي عاوني في حكاية. انا راني نسيت اللي تشد لي التليفون باش نبدا نصور، نسيتها في الدار ما جبتهاش. مش نسيتها، انا بالعاني ما جبتهاش على خاطر ما كنتش ناوية نصور الحقيقة. هكا مشيت باش نعمل نهيرات في دارنا نشبع بميمتي واختي وبنت اختي، ما كنتش حاطة في بالي باش نصور هكا. وعلى ما عذبونا كالصغار الغشاشر البيبيات عملوا فينا هاكم تشوفوا هاكم تشوفوا في الفيديو، كل مرة ايد واحد فيهم تلقاها محطوطة في بلاصة. المهم هو الكل يا ربي نعملوا فيها على جال الصغيرات. زعما بطلت ما عجبش نصور، اما اميرة من بعد قلت لازم نصور، قلت لي علاش تبدي من بعد ما تكمليش، يلزم نصور. هذوكم اول كعبات عملتهم اميرة صغيرين وعملتهم بعد على بعضهم، اذا تحبوهم يتقرمشوا تجيكم الكعبة تتقرمش بعدهم على بعضهم في الطبق اللي باش يمشي للكوشة. اذا تحبوهم هشيشين وطريين لصقوهم في بعضهم كما نعمل انا لهنا لصقتهم في بعضهم، يجونا هشيشين يتقصوا بالموس اون ديري كيك اون ديري جاتو. جو بنين على الاخر، كل حد كيفاش يحب، احنا نحبوهم اطراء. هذاك هو طبيق البسكوي بعد ما كملناه وكل شيء. اميمتي مسكينه ما خلتناش نتلمسوا معاها الماكينه جمله، ما خلتناش ندوروا معاها، وكما تعرفوا التعب متاع الماكينه ربي يفضلها ماما وربي يخليها لنا ان شاء الله. وان شاء الله تسامحنا في تعبها. المهم بقينا نستنوا للفجاري باش هزهم بابا للكوشة. هاكم تشوفوا لهنا الصباح جابوهم نهزوهم للفجاري يروح بهم بابا الصباح، يعني وقت اللي تبدا الكوشة تخرج في الخبز نروحوا بالطبق البسكوي. جانا طبيق واحد نشوفوا كيفاش جاء، ما شاء الله الريحة ما نحكي لكمش، والبنة حسيلو بنة غير عادية، بنة عالمية. تخيلوه مع كويس تايم في العشية، ولا مع قهيوة الصباح، ولا حتى قهيوة العشية هكا تغمسها بكعيبة بسكوي. بصراحة أبن حاجة في الدنيا هي البسكوي متاع الدار، بصراحة يكذب عليك لا كيك ولا حتى شيء، ولا جاتوات ولا ميلفوي ولا حتى شيء. البسكوي متاع الدار يعلو ولا يعلى عليه لهنا بحكم أن عملناه في أول الليل على أساس باش يمشي نص الليل للكوشة، كيف الكوشة ما حلتش يعني حلت كان في جاري،
تخيلوا يعني زاد تطلع تخمر بالكدا، خذا وقته في التخمير، عملناه مع حكاية 9 مشى للكوشة ساعتين، يعني تقريبا 5 سوايع وهو يتخمر هكا البسكوي. جاء عالي ما شاء الله، جاء بنة غير عادية، جاء مهشوش برشا ويتقص هاكم تشوفوا لهنا. نقصوا فيه بالموس، نقصوا فيه بالسكينة. شوفوا لهنا أميرة تقص فيه بالسكين طوابع طوابع ما شاء الله. بصراحة يصلح كل شيء، حتى للقوتي متاع الصغار يجوعوا في العشية، يعني تعطيهم حاجة دياري ياكلوها يزين عند ماكل الحاجات متاع الشارع، البريك وكل حاجات هذوكم واحد ما يعرفش عليهم شنو مصنوعين. لهنا قلت لك هو 100 ايام عاد ينفع فيها كان قهوة عربي. مشيت شعلت هكا الكوينين، حطيت هكا الزهر وقلت ناكلو كعيبات بسكوي بقهوة عربي. قهوة عربي عاد سخونة تفور وتبدأ مرشوشة بالزهر، بجنبها كعيبات بسكوي رويال. بصراحة خليكم في امان الله، هو باي باي.